السلام عليكم، يسعد أوقاتكم يا رب. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة زاكية وممكن تكون صحية. طبعا إذا ما بدكم إياها صحية بتقدروا تضيفوا عليها سكر. هذا الإشي راجع لكم لإيش بدكم تستخدموها. طبعا هاي الوصفة مطلوبة بكتير وصفات حلويات، يعني لازم تكونوا عارفين تعملوها لحتى تعملوا الوصفات اللي انتم بتحبوها. وصفتنا لليوم اللي هي زبدة الفول السوداني. تعالوا نشوف كيف بنقدر نعملها بالبيت بخطوات سهلة وسريعة وأقل تكلفة بكتير من المحلات. المكونات جدا سهلة وبسيطة، فعليا ما بدنا غير فستق الفول السوداني، ويكون عندك خلاط مثل بالصورة، وقلاية غير لاصقة. طبعا ممكن نستغني عن القلاية ونستخدم الميكرويف، أو ممكن نستخدم الفرن لنحمص الفستق. تمام. بداية بنجيب القلاية الغير لاصقة، ضروري تكون غير لاصقة لحتى ما تحرق الفستق. بنعلي الغاز على حرارة متوسطة. طبعا بنضلنا نحرك في الفستق لحتى يتحمص زي ما هو مبين عندكم بالفيديو. بياخد معاكي الموضوع ربع ساعة تقريبا، يعني بده شوية متابعة. واول ما يتحمص الفستق بنطفي تحت النار. هلا ممكن تخليه يبرد عشان تشتغلي فيه، وممكن تشتغلي فيه وهو ساخن عادي. انا اشتغلت فيه وهو ساخن، حطيته بالخلاط او محضرة الطعام. وممكن تستخدمي الخلاط العادي تبع الكوكتيل برضو بيزبط، يعني انا عملتهم على التنين وزبطوا. طبعا هون العملية كتير سهلة. بنبلش نخفق فيهم ونخلطهم. ضروري انه كل شوي نفتح ونحرك المكونات. شايفين كيف اولها بيكون بودرة، كل شوي ببلش يطرى وكل شوي ببلش ينعم لحد ما الفستق يطلع الزيوت اللي جواته. بنضل نكرر نفس العملية ونخلط لحتى تطلع زيوت من الفستق. تمام. انا هون حبيت افرجيكم الفيديو بكل تفاصيله لحتى تعرفوا متى بتتكون عنا زبدة الفول السوداني. طبعا حابة احكي لكم انه في بعض الناس بحطوا عليها زيت قلي لحتى تكون العملية اسهل. طبعا يا دوب معلقتين على هاي الكمية عبارة عن كوب. وبحطوا اذا بدهم اياها حلوة، يعني في ناس بيستخدموها يعني مثل المربى، او بدهنوها سندويشات بحطوا عليها سكر بودرة. بهاي الأثناء بتقدروا تحطوا عليها سكر بودرة حسب الرغبة، وبتقدروا كمان تحطوا زيت قلي لحتى تكون سائلة أكتر. إذا ما حطيتوا عليها زيت قلي بتكون شوي جامدة. هون زي ما انتم شايفين بالفيديو بلشت تصير مثل الزبدة. شايفين كيف القوام بلش يتغير. وهون تكونت عندي الزبدة بس لسه مش ناعمة كتير. طبعا انتو بتقدروا تختاروا القوام اللي بدكم اياه. انا هون قررت انعمها اكتر شوي، فرجعت خلطتها كمان. شايفين كيف القوام كتير ناعم وكتير حلو عن جد، والريحة دمار. يعني لما تعملوها في البيت رح تحسوا بالاختلاف بين اللي بتشتروها جاهزة وبين اللي بتعملوها بالبيت. كتير صحية وكتير أذكى وكتير أوفر. طبعا في ناس بحبوا يعملوها كرانشي، يعني يحطوا فيها بعض الحبيبات من الفستق. تقدروا تحمصوا فستق زي ما فرجتكم بالفيديو وتكسروه وتخلطوه مع الزبدة اللي احنا عملناها. وصحتين وألف هنا. يعطيكم ألف عافية، ولا تنسوا تدعموني، تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة.